watching Marwa Talk ASMR. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بصحة وخير وسعادة، قادرين تحلوا كل مشاكلكم او حتى تعيشوا معاها وتخلوها جزء من يومكم. النهارده فيديو جديد، اتمنى يكون ايه سمار بشكل حلو. هو ضمن زيارتي لسيوة، ضمن خطتي للاستشفاء يعني. سيوة كانت محطة مهمة جدا لأنها مكان هادي ومكان يصلح للاستشفاء لأي حد طالع من عملية أو تعبان أو عنده أي مشكلة، إن هو يقعد ويفكر ويرتب أفكاره تاني، ياخد وقت شوية لنفسه. في الفيديو ده انتوا هتشوفوا زيارتي لكهف الملح. كهف الملح من الأماكن الهادية جدا اللي بتساعدنا ان احنا نقوم بالاسترخاء ونقوم بتجربة صوتية لذيذة جدا وهادية جدا وممتعة خالص. اتمنى ان الفيديو يكون مختلف ويعجبكم، وهستنى تعليقاتكم كالعادة. اول حاجه اتفاجئت بيها وانا داخله كهف الملح اني لازم اقلع الشوز بتاعتي بره، فطبعا كنت بدوس على الملح ده من غير اي شوز. اتبهرت جدا لما شفت السقف. المكان فعلا حلو، اضاءته حلوه، مهدي جدا للاعصاب، حاجه مريحه قوي 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 ان احنا نقدر ناخد وقت لنفسنا، نفكر بهدوء، نتامل، نعمل مديتيشن. من هنا ابتديت ان انا امسك الملح في ايدي، في كل ايد شوية ملح، وابتديت اعمل التنفس بتاعي. اللحظات دي مناسبة قوي قوي ان احنا نتنفس بهدوء ونفكر في كل حاجة مضايقانا ان احنا نخرجها برا حياتنا خالص. مهم نقول لنفسنا كلام ايجابي: انا كفاية، انا كفاية، انا كفاية، انا احسن، لجارتي، انا سعد، انا قراري، انا كفاية، أنا مختلف، أنا الكل، أنا كفاية لنفسي. لحظات جميلة للاسترخاء. حقيقة أنا كنت مش مرتاحة وأنا قاعدة بس لأني عاملة عملية هنعيد تاني التنفس. أنا كفاية، أنا الغير، أنا الآخر، أنا جميل، أنا واثق من نفسي، أنا كفاية، أنا كفاية، أنا أحسن، لجارتي، أنا سعد، أنا قراري، أنا كفاية. طبعا أنا حاولت إن أنا أريح ظهري شوية بس منجحتش الفكرة. حسيت إن أنا مش مرتاحة، فرجعت تاني للوضع اللي أقدر أصور فيه وكملت التنفس بتاعي. ابتديت أتأمل المكان اللي حواليا، ممكن أبص في السقف شوية، أبص حواليا. المكان كان جميل فعلا، وكان ألوانه هادية جدا ومريح للأعصاب بشكل خطير.
تعالوا نتفرج على المكان حتة حتة. السقف معمول من الجبس والملح بشكل مميز وحلو. الأضواء زي ما انتوا شايفين حلوة. طبعا أنا واللي جنبي رجلينا في الملح، وده الملح من زاوية تانية. على فكرة أنا دوقت الملح ده بس ما أكلش كمية دي، أكيد أخدت حتة صغيرة بس. السقف تاني شكله حلو قوي قوي قوي، عجبني جدا. كنت حابة وحريصة قوي ان انتوا تشوفوا بعيني الحاجات اللي انا شفتها عشان نعيش مع بعض نفس التجربة. الأوضة كلها من الملح، ملح في الأرض، ملح في الجدران، عاملين بيه طوب كده. نرجع تاني للتنفس بتاعنا.